السلام عليكم. مبدئيا انا حابب اشكر كل واحد شاف الفيديو اللي فات. طبعا انا ما كنتش متوقع ان حد اساسا يشوف الفيديو، حتى لو جاب نسبة مشاهدة قليلة ده تكفيني ان انا حد اتفرج عليا وشافني. بشكركم جدا. وبشكر كل حد كلمني، بشكر كل حد قال لي استمر. في ناس كتير زمايلي زملكاوية يعني كلموني، قالوا لي اكمل فيديوهات يعني الموضوع ممكن يكون صعب عليا شويه لان انا مش بتاع فيديوهات. بس انا هحاول الفتره اللي جايه اعمل اتكلم عن نادي الزمالك، بس هتكلم عليه من قلبي، هتكلم عليه بحب، هتكلم عليه من الحاجه اللي انا شايفها من جوايا صح، او على الاقل رايي او الراي اللي جوايا. الحاجه الغلط اقول عليها غلط، والحاجه الصح اقول عليها صح. أه بشكر الناس تاني كلها، وبشكر كل واحد كلمني. آه شكرا. شكرا لكل حد كلمني، شكرا لكل حد عمل لي لايك، كل حد ساب لي كومنت، شكرا. حقيقي حقيقي يعني انا فرحت لما شفت الفيديو بتاعي جاب مشاهدة حتى لو قليلة. والله مش فارقة معايا خالص اساسا اذا كان هو يجيب مشاهدة ولا لا. انا الفرق معايا وكل اللي كان هاممني اللي انا اتكلم من قلبي، او اتكلم بحاجات جوايا عايز اتكلم عليها تجاه النادي اللي انا بحبه. في احداث كتير طبعا بتحصل الفترة دي في النادي. اتمنى ان شاء الله يعني كمشجع ان الحاجة دي تبقى في مصلحة النادي، ما يكونش برضو كلام على الفاضي، ما يكونش ناس طالعة تبيع علينا كلام زي السنين اللي فاتت والايام اللي فاتت. وإن شاء الله خير، وإن شاء الله اللي جاي كله يبقى حلو للنادي، ونشوف النادي بتاعنا اللي احنا بنحبه على طول فوق، وعلى طول على منصات التتويج، على طول بيكسب بطولات. آه، إن شاء الله إن شاء الله يعني هحاول على قد ما أقدر اللي أنا أطلع بفيديوهات، بس برضه عشان أنا مرتبط بشغل، وليا شغل أساسي. ف... فممكن موضوع الفيديوهات يبقى صعب عليا شوية، بس أنا طبعا مبسوط ان انا اتكلمت حتى لو بجزء 1% من اللي جوايا. وبجد بجد انا فرحت جامد لما ناس كتير اتصلت بيا وكلمتني، واللي بعتلي على الواتس، واللي كلمني في العموم لما شافوا الفيديو. آه، في الاخر بشكر الناس كلها، بشكر الناس اللي شافت الفيديو، واللي ما شافش الفيديو برضه عادي، اللي عمل لي لايك واللي ما عملش. انا مش غرضي خالص ان حد يعمل لي لايكات او حد يعمل لي كومنت ولا الكلام ده. انا كل غرضي ان انا اتكلم من قلبي على النادي بتاعي. آه، غرضي فعلا ان انا اشوف النادي بتاعي في مكان كويس، في مكان حلو، وان شاء الله الفترة اللي جاية كلها خير يعني. السلام عليكم.